السلام عليكم. يلا نعمل النهارده مع بعض كيكة الطفولة وهي كيكة النايتي. بيتهيألي كده كلنا واحنا صغيرين كنا بنحب الكيكة دي جدا وبنحب نشتريها كده على طول. هنعملها النهارده ببيضة واحدة بس. تعمل معانا 10 قطع من كيكة النايتي، طالعة هشة وطرية جدا، والأهم من كده إن هي أحلى بكتير من الجاهزة. حابة أفكركم قبل ما نبدأ في وصفتنا، لو انتوا بتشوفوني لأول مرة أنا اسمي جميلة خليل. ما تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهارده. يلا بقى نبدأ ونشوف المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. هحتاج عندي كوبايتين من الدقيق، هشيل منها معلقة دقيق وهحط لها معلقة كبيرة من النشا، وهنحتاج معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وما ننساش كمان رشة كده بسيطة من الملح. هنقلب الخليط الجاف مع بعضه كويس ونتأكد ان كلها امتزجت مع بعض. هنجيب بقى كده بولة تانية فاضية وهضيف فيها عندي بيضة تكون كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، وهنضيف عليها معلقة كبيرة من الفانيليا سواء البودر او السائل. عندي كمان كوباية إلا ربع من السكر تكون حبيبات ناعمة. هنخلط الأول البيض مع السكر لحد لما قوامها يبدأ يفتح وأشبه كده بالكريمة زي ما واضح قدامنا. مدة الخفقة تقعد معنا تقريبا من 5 ل7 دقايق. بعد كده عندي نص كوباية من الزيت على زبدة، ممكن يبقى زيت بس. لو حابين نقلبها كده مع بعض لحد لما الزبدة تختفي معانا ونوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. هضيف لها كوباية من الحليب يكون بحرارة الغرفة، ونقلب كل المكونات تقليبة سريعة، وننزل بقى بخليط الدقيق نص الكمية الأول، وبعد كده بنقلبها تقليب خفيف من تحت لفوق لحد لما تختفي. وبعد كده بننزل بباقي كمية الدقيق التانية لحد لما بنخلص كل الكمية اللي عندنا، والتقليب يكون بالراحة من تحت لفوق عشان ما تعملش معانا عرق وتبقى أشبه كده بالعيش. تقليبة سريعة ونتأكد ان كل المكونات اختلطت مفيهاش أي خليط جاف. بناخد كده من الخليط ده حوالي ربع كوباية، وناخدها على جنب واقول لكم هنعمل بيها ايه. هضيف بقى على الربع كوبايه ده معلقه صغيره من الكاكاو الخام الغير محلى، وبعد كده هضيف عليها معلقه كبيره من الميه او الحليب عشان نخفف قوامها شويه. نتيجه اضافه الكاكاو بيبقى القوام يختلف شويه. لو حسيتوها تقيله معاكم هنضيف لها معلقه ميه كمان او حليب لحد لما نوصل للقوام ده. جهزت عندي صاج يكون مقاس 30 في 40، حطيت عليها ورقه زبده، وهندهنها برضو دهنة خفيفة من الزيت تجنبا ان ممكن النوع ما يكونش كويس. ننزل بقى بكمية خليط الكيك اللي عملناه ونفردها كده بالتساوي عشان ما يكونش في جنب اعلى من التاني. وهنراعي ان احنا حطينا في صاج كبير عشان عاوزين ناخد طبقة كيك رفيعة. حطينا بقى الخليط اللي عملناه بالكاكاو في كيس حلواني او كيس تلاجة، ونبدأ نعمل خطوط رايح جاي بالشكل ده. وبعد كده هنجيب بقى الخلة او الستيكس بتاعتنا ونبدأ نعمل اللي هي الزجزاج كده رايح جاي عشان تطلع معانا زي اللي عملناها كده في اول الفيديو، اهو رايح جاي لحد لما تدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده انا بسخن الفرن كويس جدا قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة، درجة حرارة 180 رف اوسط. بتقعد معانا من 15 ل17 دقيقة مش اكتر من كده عشان ما تنشفش معانا، لانها طبقة كيك رفيعة جدا. بنسيبها في الفرن 5 دقايق، وبعد كده بنطلعها وبنغطيها بفوطة نضيفة تبرد على الأقل نص ساعة ساعة بالكتير عشان نبدأ نستخدم الحشوة بتاعتنا وما تسيحش جواها. بعد بقى ما بتكون بردت خالص بنطلعها كده من الصاج بورق الزبدة ونبدأ نقلبها الناحية التانية عشان نشيل ورق الزبدة منها. هنلاقيها بتطلع معانا بكل سهولة، وانا دهنت دهنة الزيت لان انا ما كنتش متأكدة من جودة ورق الزبدة اللي انا بستخدمه. بعد كده من النص بالسكينة نبدأ نقسمها كده من النص، سواء بالنظر كده او نستخدم مسطرة المطبخ. وهنستخدم في الحشوة اي نوع مربى انتوا بتحبوه. انا استخدمت مربى المشمش، ممكن تستخدموا مربى تين او فراولة زي ما انتوا حابين. بنحتاج حوالي من 2 ل3 معالق كبار، وبندهنها دهنة خفيفة بس ما بنحطش كتير بحيث بس ان الطبقتين يلزقوا في بعض. هناخد الجزء التاني ونحطه كده عليها بالشكل ده، ونبدأ نضغط عليها ضغطة بسيطة بس عشان نتأكد ان الطبقتين مسكوا مع بعض كويس. ناخد بقى كده الأطراف بالسكينة تكون حامية ونبدأ نقطع الأطراف بالتساوي عشان ناخد شكل كويس. والحاجات دي مش بنرميها ولا بنهدرها، بناكلها برضه. بعد ما نخلص الثلاث جوانب بالشكل ده وبنشيل الزيادة، نبدأ بقى ناخدها عندنا ونقطعها كده بالعرض تقريبا من 3 ل4 سنتي. هتطلع معانا 10 قطع، ممكن تصغروها شوية وتديكم معاكم 12 قطعة من النايتي. مفيش بقى أسهل ولا أبسط من كده. بعد كده هاجي بقى بالطول نقطعها من النص بحيث تبقى مقسومة عندي الاتنين. هناخد معانا احلى كيك نايتي في البيت ومعموله ببيضه واحده بس، وبتطلع معانا شايفين شكلها حلو جدا
وبتبقى متساوية، الطبقتين قد بعض بالظبط، وطالعة بقى هشة وطرية قوي. ونبدأ نحطها في طبق التقديم، وممكن كمان نحفظها في الفريزر في أكياس بلاستيك محكمة الغلق، تقعد معاكم لمدة شهر، وتطلعوها في أي وقت كده تفك معاكم مع كوباية الشاي أو القهوة. بالهنا والشفا، جربوها واعملوها للولاد هيحبوها جدا. طالعة هشة وطرية، وبيضة واحدة عملنا 10 قطع من النايتي. مفيش أسهل ولا أبسط من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.